أبو زيد من مجمع ميسلون، رئيس مجلس أم الذيبان. ويا أهلا وسهلا بكم. الحياة كانت قبل على الزراعة وعلى الحلال عايشة العالم، يعني ظلت عايشة العالم على الزراعة والحلال لحين ما جانا 11 شرد الأمة وهدم بيوت العالم. الله لا يوفقك الساعة جابت 11 من هذاك اليوم لهاليوم هذا. واليوم احنا وصارت إبادة الكرفان اليزيدية وصارت على العرب هم، وصارت على العرب كثير من العرب منها انخطفوا وانذبحوا من الدواعش. وحنا يعني وبات كرفان اليزيدية، احنا كرفان اليزيدية احنا وياهم يعني مثل ما تقولين من يطهر بحضنك وطهر ابني وابنه، هذا كريف دم احسن من الاخو، اقوى من الاخو. زين يمكن يشوف كريفه يموت عند كريفه وعند اخوه ما يموت. زين وحنا نستنكر هالوضع هذا، الجريمه اللي سووها الدواعش. زين الله لا يوفقهم والله يوفق من جابهم علينا. معبر صليبي هذا غربينا منها، هذا بو يعني قصد يعني رجافة. والله استقبلونا وبحذاوة ودخلنا المخيم، وبعدين بكيف الواحد يطلع يبقى، وظلينا ل 2018 وحنا مقدرين ومقدسين ورجعنا. زين ورجعنا والحمد لله. يوم رجعنا لقينا مناطقنا مطهرة بصاية الله والحزب وبقوة القائد، وحنا الحمد لله الله يفرج له ان شاء الله. عن 22 سنة الله يفرج له ان شاء الله من هالأسر اللي هو بوه، وندعي من رب العالمين. ما تفتهمين شلون هجموا، يعني شلون تفكرينه ما تدري شلون هجموا. يعني بليلة وضحاها سقطت يعني محافظة الموصل، المحافظات هذه الغربية كلها سقطت بليلة وضحاها. يعني منين تحللينا؟ ما عن استحليل له. القائد يعني الحين هذا القائد فكره يعني طبع بروسنا. القائد الحين هذولا كل هذا عيالنا وولدنا كلهم لابسين زين مع اليبشة، وعيشوا عوائلهم وعيشوا أطفالهم زين. كله احنا يعني هذا فضل ما ينسي. مجالس وعندنا قوات، هذه قوات اليبشة، وهذه كلها هذه حمايتنا، كلهم عيالنا ما صيدنا منها مذاتها، كلهم عيال المنطقة. هم الحاموهم، هم اللي طهروها من ربيعة وطهروها لعند بعاج، وهذه كلها هذه عيالنا اللي طهروها بفكرة وعقل القائد. نستنكر هذا الفكرة هذا ال 14. قلت اسأل الله لا يوفق من كان السبب على سووا الإبادة بكرفان اليزيدية. الله لا يوفق من كان السبب. احنا وياهم اخوان، غير كلنا على دينه، احنا اخوان. دائما نجي عندهم ويجون عندنا، ومعروفين يعرفونا ونعرفهم دائما عندهم. نعم. قرية أم الذيبان
انبنت حوالي بال74، وكانوا أكثر سكانها الأصليين هم من عشيرة شمر، والتزموا وقعدوا. أما الموالي كانوا على الحدود وترحلوا، صاروا هسه قرية أم جريس بصف أم الديبان، هذه ترحلوا بال 88 من الحدود جاوهم هنا. واللي ساكن أم الديبان الله يرحمه هو أرديني مسعود وكنعانة حيمر، هم هذول شيوخ المنطقة كانوا، واجتمعت هذا العشائر وجو سكنوا معهم. هذا اللي أم الديبان شكوا يعني أم الديبان بعد. بالنسبة لداعش نظموا قديم، يعني تنظيم سري، تنظيم سري. بال 2014 جو علينا يعني بسيارات والحدود، يعني الحدود هاي الحدود كلها سقطت، هذه كلها الحدود سقطت من حصيبة إلى ربيعة وفوق ربيعة، وفاتوا علينا يعني. من فاتوا علينا فاتوا على الجيدية بسنجار وبالمجمعات وصارت إبادة يعني تاريخية، يعني ما تنس إبادة الجيدية. احنا نقول كانوا بالسر، يعني فعلا كانوا بالسر من شو مع الشعب، اللي مبين مبين واللي مو مبين مو مبين. فبال 2014 من جونا من سوريا نهضة واحدة، الموجودين هنا واللي جو معاهم. بالنسبة للمنطقة كلها هذه، يعني مو بس اللي جرى على الجديدية، جرى على العرب تقريبا، بس انه ما بادوا العرب اقول لك يعني دمروا العرب تدمير مادي ومعنوي وكل شيء. يعني احنا من ام الديبان على القرى المجاورة، على شاير غلفص، على العالية الحدودية، القرى الحدودية منها كلها، على بير قاسم والفاو، كلها هذه طلعت على روجافة بعوائلها، طلعوا بعوائلهم هناك. ظلينا بروجافة حوالي سنة، بعدين رجعنا العراق، رجعنا على مخيمات جدع. ظلينا حول سنة، من صار التحرير تمام جينا على بيوتنا وعلى قرانا، من حررت اليبش، حررت المنطقة مع القوات الموجودة معهم. معاناة، شوف معاناة يعني ما أنا من خلقت على الدنيا كنت أفكر بشيء واحد، أموت أحترق، يحترق بيتي، بس مال إني أمشي وأخلي بيتي عامر، يعني ما بكل شيء. يعني مشيت بس شلت أطفالي ومشينا، عبرنا على سوريا. والله معاناة قاسية، معاناة قاسية يعني شيء ما يتصور العقل. 5 أيام بدون أكل وشرب، والله على النقاط اللي هي يقول حاج صريبي. بعد 5 أيام عاجونا جماعة قصد وخذونا على مخيم الهول، ولا شوية مخيم الهول ارتاحينا، ما كان عوائل داعش. أول ما طبينا المخيم الهول ما في عوائل داعش، بس العراقيين وقسم من السوريين، والسوريين قليلين. قبل ما نمشي يمكن حوالي شهرين قاموا يجون من العوائل الدواعش، ويجون من ديرة حصيبة، من الباغوز، يجون من جابوهم على الهول. احنا عاد جتنا رحلة ومشينا، جابوا عوائل اجانب حطوهم مو قليل، يعني حوالي 100 حرمه هيك حريم، مكان معزولين لحالهم واحنا لحالنا. ما عاد جت الرحله ومشينا وخليناهم. بعد ما مشينا يمكن حوالي 2-3 شهور قامت العوائل الدواعش تيجي على المخيم الاول. القائد معنويته عاليه، والقائد يحب الشعب ويحب الديمقراطيه، ومن فكرة الرفاق حبينا فكرة القائد، وحبينا القائد وعلى الأعمال الإنسانية اللي ما موجودة إلا عندهم، على فكرة القائد. وهذا اللي خلانا نحب القائد ونحب الرفاق الموجودين.
نستنكر الإبادة وما نقبل الإبادة صارت ونكونين يعني مع كرفان على إبادتهم. يعني إذا يعملون ذكرى احنا معاهم، لأن إبادة مثل ما انبادوا احنا هم كذلك الأمر نفس الشيء، يعني نفس العملية اللي جرى عليه جرى عليهم. كنا عايشين في معون واحد وكنا عايشين بمنطقة واحدة، ما تقدرين تقولون هذا يزيدي، هذا عربي، هذا كذا، هذا عفري، هذا كردي، ما عندنا كان. يعني يد واحدة، قعدة واحدة، سوالف وأكل وشرب، وأروح عند كريفي وكريفي يجي عندي، يعني كأننا عائلة واحدة، وعائلته تجي عندي تبات عندي وأنا أروح عندهم، كأننا عائلة واحدة. يعني أكثر اليزيدية كرفاننا سموا بناتهم على أسماء بناتنا من الخلط. جاء داعش خرب الأول والثاني، خرب اللي بنيناه 40 سنة مع كرفاننا، حق بكرفانه، لأن يحسبون كل عربي هو داعشي. لا، مو داعش. اللي ما انتمى لداعش مو داعش، اللي انتمى لداعش داعش، هذاك داعش رايح ما. أما العرب الجدية فكروا كرفانه بأن كل عربي هو داعشي. لا، احنا ضد داعش على الإبادة مال الجدية. واحنا بالنسبة لنا يعني كرفان ما ننسى يعني الكرفان. حتى لما رحنا عليه مسجد جعير عادت يعني الحمد لله فكر القائد وفكر الرفاق الموجودين، انعادت العلاقة مع الجدية أحسن من قبل، أحسن من داعش وما داعش. وإن شاء الله على تقدم ولا تأخر، وإن شاء الله ترجع كما كانت بالقديم. أدوية من قرية أم الذيبان، وهي القرية تسمت أن كان به ديبان قديمة وتسمت أم الذيبان، وهي من عشيرة شمر اللي ينتمون للقرية ومن عشائر دليم والموالي. بعدها كانت ب 2014 عقب ما سقط الموصل كانت سنجار مي ساقطة، بعدين سحبت عنا قوات وسقطت بيد داعش الإرهابي وقتلوا الأطفال وذبحوا الشياب، يعني كثير من الأمور. والعرب أكثر العرب انزحت، هذه جريتنا انزحت، والغرايا الحدر هم انزحن على روجافة من 2015 حتى 2018 ورجعنا جاي. كنا بروجافة، ناس بمخيم هول، ناس خارج المخيم الهول، ما قصروا معانا. أهل سوريا كان تعب وعذاب حيل قد ما تقولين، وعانينا من داعش، وما تعرف أنت ينذبح الواحد ما يعرف على يا سبب. نستنكر كل ما قام به داعش على اليزيدية وعلى العرب، وليس داعش هو العرب ولا يمثل لنا العرب شيء. فكر هذا خارجي نستنكر عليه بشد الاستنكار. مطالب ما يعني هم يطالب من يعني اضغطوا حيل على العسكريين، اضغطوا على كثير، اضغطوا على المخاتير، اضغطوا على الشيوخ، يعني حيل اضغطوا. والنساء لازم تلبس براقع، وإذا ما عندك حوش سوي حوش. يعني داعش ماكو شيء ما سواه بالمجتمع عام، فرق الناس عقب ما كانت متجمعة على دور جدود وغير جدود، فرقهم داعش. أعطينا شهداء، أخذ مننا ناس من وجهاء القرية ولليوم ما حد يدري وينها، من عمامي وخارج عمامي، من القرية كامل. نستنكر كل ما قام به داعش، كل فكر. هو يدعي الإسلام بس هو بعيد عن الإسلام. يعرفون عنهم، شالوهم من هان وراحوا، شالوا من وجهاء القرية ومن غير القرية، وشالوا عساكر، وقبل ما طبهم فجر بيوت هانا وذبح أطفال.
كان يطلق علم الديبان يسميه تل أبيب قبل ما جاء، وبعد ما جاء هم لأن كانت ضده. غير كثير الحياة يعني البسيطة، يعني حياتك تكون بسيطة عادي، ما عندك لا هذا ولا من هذا. احنا درسنا كثير عن الكتب، تعرفنا على فكرة الغائط، يعني من كثر ما تأثرت انه عنده هسه القائد ولا الشهيد، يعني الشهيد عنده فوق كل شيء، وهذا اللي يخليك تختلف. طبعا انت اذا يغدر الواحد يغدر تقوم تحبه، واذا ما يغدر طبعا ما تنكر بشده. نستنكر ونطالب وقفه مع كرفان اليزيديه، ان كان من الدوله العراقيه ولا من خارج الدوله العراقيه ولا اوروبا، وقفه مع اليزيديه ومع اطفال اليزيديه، على مع من كثر ما عانوا وشافوا ابادات، إذا كان من داعش ولا من غير داعش. لازم حنا نبني مجتمع يجمع جميع من اليزيدية، إذا للكراد للتركمان، يعني ماكو يفرق، وبين العرب ما يفرق، على مود ما يصير تفكك بالصفوف.